ماتت فانكشف سرها مع الخير. حكاية النهاردة كلها نور وأسرار. سارة كانت بتدعي ربنا إنها تكون مجبورة ومقبولة وموصولة. اسمها سارة حفني. موتها كان دليل على إن السيرة الحلوة عمرها أطول من عمر صاحبها. فخلينا نقول أهلا بيكم في لقمة خير. قبل ما تموت بمدة قصيرة صاحبتها بتهزر معاها وبتقول لها احنا بقى عندنا 30 سنة وخلاص كبرنا. فردت سارة وقالت لها ده أحلى سن، ده سن أهل الجنة. وكأنها اختارت الرحيل. توفت في حادثة هي وبنتها، ورغم تفاصيل الجنازة المؤلمة إلا زي ما أهل زمان قالوا لما بيموت أهل الخير بينكشف سرهم مع الخير. سارة كانت جميلة بمعنى الكلمة. سارة كانت صوامة قوامة، كانت بشوشة ومبتسمة دايما. سارة رغم كل الظروف اللي كانت بتمر بيها كانت راضية محتسبة. سارة بكاها كل أهل الأرض، اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش، يوم وفاتها. واتعمل ليها كم من الصدقات مش هقدر أقول لحضرتك عددهم برضو. صاحبتها أسماء تواصلت معايا وحكت لي حاجات كتير، اللي شافها في الحرم واللي شافها ماشية على نهر وخضرة واللي شافها بتضحك في المنام وغيره كتير. وناس كتير عملت لها عمرة في رمضان، اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. وناس تصدقت ليها في قرى فقيرة، وناس عملت ليها إطعامات تكريما ليها في الشغل. النهاردة هنعمل ليها لقمة صدقة لروحها الجميلة. عايزة دعواتكم ليها ولمامتها ولباباها، دعوات بالصبر والرحمة، دعوات تجبر بخاطرهم في حزنهم. فيديو النهاردة استجابة إنها تفضل موصولة، أما القبول فمن عند ربنا. ربنا يرحمها ويتقبل دعواتكم، واشوفكم على خير يا أهل الخير.